مساء الفل عليكم. تعالوا النهاردة نعمل جبنة مثلثات صيامي 100% ولذيذة وطعمها حلو قوي قوي قوي. النهاردة هنعمل الجبنة المثلثات الصيامي بدون لبن وبدون زبدة وبدون لبن بودرة وكمان بدون مكعبات جبنة او بدون مكعبات او مثلثات جبنة. تعالوا نشوف النهاردة عملنا الجبنة بتاعتنا ازاي. اتمنى الوصفة تعجبكم. لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس على كلمة الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وبشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناة. عايزين نكمل مع بعض 100,000 مشترك، ويا ريت كل اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفرحني دايما كده باشتراكاتكم وكومنتاتكم الحلوة. قد ايه الجبنة ناعمة ولذيذة وجميلة جدا جدا، واهم من ده كله انها سهله قوي 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 في تطبيقها وتنفيذها. هنشوف بنفسنا دلوقتي هنعمل الجبنه دي ازاي، ويا ريت بقى تخلي بالكم معايا في كل خطوه. اول خطوه هنعملها هنعمل لبن فول الصويا اللي هنعمل منه الجبنه. رشحت لكم النهارده لبن فول الصويا لانه من الحاجات اللي بتطلع نتائج احسن، يعني يعتبر احسن حاجه بتطلع نتائج في الجبنه. دي عباره عن نص كوبايه من فول الصويا. هنبتدي ان احنا ننقعها في كوبايه واحده بس من الميه، وبعد كده هنبتدي ان احنا نزود بعد شويه كده هنبتدي ان احنا نزود كوبايتين. بعد كده هنبتدي ان احنا نقلبهم. الميه اللي بيتنقع فيها الفول الصويا بتبقى ميه فتره، يعني لا ميه سخنه قوي ولا ميه ساقعه، ميه عاديه من الحنفيه. الاول هنحط كوبايه ونسيبهم شويه، وبعد كده هنحط كوبايتين تاني. وبعد كده طبعا هنبتدي ان احنا نجيب الخلاط ونضرب الكلام اللي انتوا شايفينه ده في الخلاط كويس جدا لحد ما تبقى مفيش اي تكتلات في الخلاط او في اي نوع من انواع حاجه كده مترسبه. نلاحظ ان اللبن كله اختلط ببعضه. لبن فول الصويا من الحاجات اللي معروف ليها ان هي بتبقى غامقه شويه، بس انا النهارده هقول لكم ازاي تفتحوا لبن فول الصويا وكمان تضيعوا الريحه اللي مش حلوه فيه، عشان لو حابين تشربوه او حابين مثلا تضيفوه في الاكلات ما يبقاش ليه اي ريحه او طعم لاذع. هقول لكم ازاي تسووا التسويه الصحيحه للبن فول الصويا عشان يطلع معاكم افضل نتيجه. هنبتدي ان احنا نصفي لبن فول الصويا زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنبتدي نرفعه على النار. حته ان احنا نرفع اللبن على النار او لبن فول الصويا على النار بيعمل حاجتين: اولا بيكثف اللبن بيتقله، ثانيا بيسويه مش بيخليه يبقى ليه ريحه زفاره. فتخلي بالكم حته رفع على النار دي مهمه جدا جدا. اول ما نبتدي نرفعه على النار هنلاحظ ان اللبن ابتدى يتقل معانا. اول ما يبتدي يتقل اللبن معانا بالشكل ده نبتدي ان احنا نخففه بربع كوبايه من الميه لحد ما نوصل للتقل المظبوط للبن. بالنسبه لطريقه ان لبن فول الصويا يبقى لونه ابيض ما يبقاش لونه غامق، انا بحط معلقه نشا. بجيب ربع كوبايه ميه واحط عليها معلقه نشا وابتدي ان انا اقلبهم، بعد كده انزل عليهم بيبتدي اللبن يفتح معايا كويس قوي. بالنسبه للتخلص من ريحه اللبن فول الصويا بضيف اي نكهه مثلا زي نكهه جوز الهند، بتضيع خالص ريحه اللبن وبتخليه ريحته حلوه. كمان ممكن اضيف فانيليا. الفانيليا برضو نقطه واحده من الفانيليا السايله بتضيع او كفيله بان هي تضيع ريحه لبن الصويا خالص وتخلي لكم ريحه لبن الصويا حلو جدا جدا جدا. وبعد كده بقى بتبداوا ان انتوا تحطوا لبن الفول الصويا ده في دوره او علبه في التلاجة وتسيبوها علشان خاطر تبقى تستخدموه يعني في كل الوصفات اللي ممكن تكونوا عايزينها. يبقى دي كانت اول وصفه معانا ازاي نعمل اللبن ولبن فول الصويا بالذات، وقلت لكم ازاي تحفظوا. تعالوا دلوقتي نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنعملها هنبتدي ان احنا نجيب اللبن بتاع فول الصويا ده اللي احنا جهزناه ونغليه، مش نغليه، نسخنه تسخين بطيء او حاجه خفيفه كده. واحنا بنسخنه هنبتدي نحط عليه اول ما يبتدي ان هو يسخن زي ما انتم شايفين كده. لو تلاحظوا ان اللبن ابتدى حاجه بسيطه يعلى من الجناب، هو ما سخنش بس ابتدى ان هو يتقل شويه، ساعتها هضيف له معلقتين من خل الطعام عشان خاطر يبتدي اللبن يفصل معايا. وبعد كده طبعا زي ما انتم شايفين بضيف كده معلقه صغيره من الخميره الغذائيه علشان خاطر يبتدي ان هو يكون بكتيريا الجبنه. وبعد كده هنبتدي نسيبهم لمده ليله كامله، وبعد الليله كامله هنبتدي ان احنا نشوف اللي هيحصل. هنلاحظ ان اللبن ابتدى يتكتل بالشكل ده، ممكن قبل كده كمان وخصوصا في فصل الصيف. وبعد كده هنبتدي ان احنا نصفي اللبن في شاشه تكون يا اما ضيقه جدا يا اما مصفى تكون ضيقه جدا، عشان خاطر انتوا لو يعني هتعرفوا ان اللبن ده او لبن الصيام عامه ما بيبقاش متكتل قوي زيه زي لبن الفطاري، بيكون اقل بكتير في كميه التكتل.
فمهم جدا ان انتوا تصفوه في حاجه تكون ضيقه. وبعد كده هنبتدي بعد ما احنا نصفيه بالشكل ده ونتخلص من كل الميه اللي جوه الجبنه اللي احنا عملناها، هنبتدي ان احنا نوديها على الخلاط. هتلاحظوا ان هي بقت كتله كده. هي الكتله دي هنوديها في الخلاط بالشكل ده، وهضيف لها معلقتين بس من الشرش اللي نازل من اللبن، وهبتدي ان انا اقلبها كويس جدا جدا في الخلاط لحد ما تبتدي ان هي تنعم خالص خالص خالص. بعد ما تبتدي تنعم بالشكل ده، طبعا انا ضفت معلقه كمان عشان الخلاط يمشي. هوريكم شكلها وهقول لكم ايه اللي هيخليها تجمد وتتماسك مع بعضها وفي نفس الوقت تكون بكتيريا الجامده. هرجعها تاني للحله كده عشان هبتدي ان انا ارفعها على البوتاجاز علشان خاطر تبتدي ان هي تتقل معايا كويس جدا، وتشتغل بقى الخميره فيها بحيث ان هي تتخمر يعني وتكون بكتيريا الجبنه. بعد ما بنبتدي ان احنا نرفعها على البوتاجاز بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، هتبتدي ان هي تتقل معانا. ممكن هنا نحط مكعب من الزبده النباتي اللي احنا طبعا عملناها، وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، او لو تحبوا تشتروها من بره. بس هي عامه انا عملت لكم طريقه عمل الزبده النباتي وهسيب لكم اللينك بتاعها. كل اللي هتعملوا طريقه الزبده ان هي هتقل معايا شويه، الجبنه، وكمان هتديها طعم ومذاق الجبنه اللي بنشتريها من بره بالظبط. ساعتها بقى هنبتدي ان احنا نجهز الحاجه اللي احنا هنحط فيها قوالب الجبنه. شايفين ده القوام المظبوط للجبنه. لو تلاحظوا كمان ان احنا لو جبنا جبنه موتزاريلا لو جبنا جبنه مثلثات وسيحناها في الميكرويف هتدينا نفس الشكل ده ونفس اللمعه دي ونفس القوام ده بالظبط، مش هتختلف عن كده. نفس هو لو جبتوا جبنه مثلثات فطاري وسيحتوها في الميكرويف هتديكم نفس الشكل ده، نفس اللمعه دي بالظبط. هنبتدي ان احنا نجيب صينيه ونحط فيها يا اما معلقه زيت يا اما نحط كيس تلاجة، ونبتدي ان احنا نصب فيها خليط الجبنه المثلثات بالشكل ده لحد ما تبتدي ان هي تملى يعني الصينيه كويس جدا. على فكره ممكن نحط قطع فلفل او قطع زيتون لو تحبوا ان انتوا تعملوا الجبنه محشيه او ساده، وهوريكم النتيجه في الحالتين لو ساده او لو محشيه. بسيبها في التلاجة لمدة ليلة كاملة عشان تتجمد والخميرة الغذائية تمسك فيها كويس، وتبتدي ان هي يعني تبقى قطعة واحدة. وطبعا ساعتها ببتدي ان انا اقطعها، بس ما بقطعهاش قبل ما بتتجمد، وهي تقريبا بتاخد ليلة كاملة عشان تتجمد في التلاجة مش في الفريزر، فخلي بالكم من الحتة دي. وطبعا الخميرة الغذائية دي لا بديل ليها في الوصفة، فلازم ان احنا نحطها عشان خاطر الجبنة تبدأ ان هي تمسك نفسها. والناس اللي سألتني على الخميرة الغذائية متوفرة في السوبر ماركت او الماركات الكبيرة او المولات الكبيرة لبيع المواد الغذائية، وان شاء الله اسيب لكم صورتها في صندوق الوصف عشان لو حابين تتعرفوا عليها. اتمنى لكم الصحة والعافية، واتمنى الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وبشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناة. ميرسي جدا جدا لكم ولكومنتاتكم الحلوة. تحياتي لكم بألف هنا وشفا. اشوفكم دايما يا رب على خير قريب.